زي ما انت عاوز. أيوة. زي ما انت عاوز. لما يبقى بقى له ساعه دقيقه وتقول له ايها المشاهدون ابدا من دلوقتي. يعني اللي فات ده كله ايه؟ انا اللي اقول اللي يبدا مين ويبدا مين، وانا بعرف ايها اعوز الاحبه الوقت الكرام، واعرف اظبط. ايها المشاهدون، اتفضل. اسمعوا انه يطبق وصيه المهدي. هذا كتاب الانوار النعمانيه المجلد الرابع. اسمعوا الى الوصيه. يقول في المجلد الرابع صفحه 54: ومن ثم ترى الاطياف والاحلام قد اختلفت في الحشيشه. في الحشيشه، ايش حكم الحشيشه؟ لان الانسان اذا كان محشش ما يدري ماذا يقول. قال: وبعضهم نقل أنه رأى الإمام وقد أمره باستعمالها. يعني الإمام المهدي يؤمر الناس باستعمال الحشيشة. استعمال الحشيشة. هذا كتاب الأنوار النعمانية. سأعيد. قال: ومن ثم ترى الأطياف والأحلام قد اختلفت في الحشيشة. وبعضهم نقل أنه رأى الإمام عليه السلام وقد أمره باستعمالها. ثم قال: وقد كان بعض المعاصرين يذهب إلى تحريم صلاة الجمعة ويشنع على من يفعلها، فربما قال بكفره، ثم بعد برهة من الزمان مال إلى وجوبها وفعلها، فقيل له في ذلك فقال: إني رأيت الإمام عليه السلام بالمنام وقد أمرني بفعلها فصلها مدة ثم تركها، ولعله قال: إن الإمام نهاني عنها في المنام، وليس مثل هذا الأمر إلا مفرا إذا ادعيت عليه من الأحكام. ثم يقول: حتى أن التقي المجلسي طاب ثراه كان يشربه الحشيشة، يشرب الحشيشة، يشربه في صوم التطوع، يحششون. هؤلاء نتكلم معهم بكلام ويجيبون بكلام ثاني، ما في عقول. قال: حتى ان التقي المجلسي طاب ثراه كان يشربه في صوم التطوع ويترك استعماله في الصوم الواجب حذرا من كلام العوام، ولهم على التحريم دليلان. يعني أن العوام يخاف منهم ما يشرب الحشيشة في النهار. هذا كتاب الأنوار النعمانية. وهذا أبو القاسم الخوئي في كتاب صلاة النجاة في أجوبة الاستفتاءات الجزء الثاني يقول: سئل الخوئي: هل تجوز زراعة الترياق والهيروين وبيعهما خصوصا مع فرض إمكان الانتفاع بهما ببعض الفوائد؟ قال الخوئي: لا مانع من ذلك في حد نفسه ما لم يترتب عليه مفسدة. ولهذا أنا أعزو أن مثل هذه الأجوبة أن نسألهم بسؤال فلا يجيبون، يطنزون عنه. ولهذا سأعيد الأسئلة على الأخ من جديد وأجيب الأسئلة المباشرة دون الواجبات المدرسية المنزلية. السؤال الأول: هل انتهت أدلتك على وجود المهدي؟ ولماذا انتقلت الآن إلى الجواب المنزلي؟ هذا السؤال الأول، اكتبه عندك.